الساعة 1:15 من أمام وزارة التضامن الاجتماعي مبنى رقم 1. بعد نزول بعض المسؤولين منهم أستاذ خليل من وزارة التضامن الاجتماعي وبعض المسؤولين الآخرين، صدر قرار بقى إن هو يتم تغريق ورش المية على الزوجات المعاقات اللي على الكراسي والناس المصابين بأمراض أخرى الذين تظاهرون أمام وزارة التضامن الاجتماعي بكل سلمية، وتم تغريقهم ورشهم بالمية من قدام وزارة التضامن بناء على المسؤول ما بينهم. والمية طبعا زي ما احنا واضحين مغرقة لدرجة إن هي غرقت الشارع أهو. يعني لو طلعنا هنلاقي إن هي أسلوب، مش عارف هل ده أسلوب حضاري ولا هل ده تكريم للزوجات المعاقات في عيد الأم. المية مغرقة الشارع كله لغاية يعني ده من كتر المية اللي اترشت. تمام. فيعني أنا عايز أعرف هل هم يستحقوا مننا ده؟ هل المعاقات يستحقوا إن إحنا نرش عليهم مية في يوم عيد الأم؟ هل ده التكريم المناسب ليهم؟ هل ده التكريم اللي السيد الرئيس أمر بيه إن الأم؟ طب أني أم كده بقى، الأم المرفهة ولا الأم المعاقة أولى؟ الأم المعاقة أولى ولا الأم المرفهة؟ أنا من رأيي الاتنين لازم يتكرموا، بل بالعكس الأم المعاقة تتكرم أكتر على تعبها وعلى رغم إعاقتها، ولكن الأم فضلت صامدة، والأم صامدة وجاية تطلب بحقها قدام وزارة التضامن الاجتماعي. تم رش عليهم المية، تم تغريقهم بالمية، منهم ناس معاقين على الكراسي وناس بإصابات أخرى. يعني لو عملنا زوم على الهدوم هنلاقي الهدوم بدأت تنشف، بس هي اتغرقت وبرضو المية مغرقة المكان كله حرفيا. وادي المعاقين هم قاعدين، والمية طبعا اللي تم وصولها للشارع بره لدرجة ان هي غرقت الشارع طبعا، عشان طبعا ان الوزارة في منحدر. هل تفكيرهم بالطريقة دي هل كده اللي هم الناس هتزهق وتمشي، ولا اللي هو بيكرموهم، ولا تفكيرهم ايه اللي صور لهم ان هم يعملوا كده؟ لكم الله.